واحد اتنين هوبا. هو انا ما سالتش؟ لا. ولا انت جاوبتش؟ ولا انا. طيب يلا بينا يلا بينا. 6 حاجات هتساعدك انك تخس بشكل اسرع، والاخيره صدقني هتبقى كوميديه جدا. اول حاجه اشرب ميه كتير. الميه يا جماعه عنصر مهم جدا لجسمك. الميه هتساعدك على فقدان الميه من جسمك بشكل كبير. الميه هتساعدك على انك تبقى حاسس دايما بالشبع، واهم حاجه في جسمنا كله ده احنا 70% من جسمنا كله ميه. 2 قلل اللبن والدقيق. الاثنين دول يا جماعه بيعملوا مشاكل كتير جدا، واحنا هنا في مصر بنستخدمهم بلا اي وعي وبلا اي ادراك. هتلاقيك شارب في اليوم بتاع 5 6 شاي كوبايات بلبن، على 3 4 فرابتشينو كابتشينو، على جنبهم كام حته بيكري محترمين دخلك في 7000 سعر حراري من غير ما تعمل اي حاجه ولا تشبع ولا اي شيء. 3 امنع ميكس كده خزعبلي مع بعض، ملح وميه ونشويات مجتمعين. دايما خد لك 2 منهم. هتقول لي ازاي؟ يعني هقول لك خدت ملح وميه قلل النشويات، خدت نشويات وملح قلل الميه، خدت ميه ونشويات قلل الملح. ودي لعبه ليها علاقه بان جسمك بيحبس كميات ميه كبيره عن طريق لعب في ال3 دول مع بعض. 4 فيتاميناتك يا جماعه. الفيتامينات هي الفاين تيونرز، هي حاجات بتحسن كميه جسمك باستمرار وتظبيط المعادلات والكميات في الجسم. 5 الريفرنس بتاعك دايما المقاسات مش الميزان يا شباب. الميزان بيتغير يا جماعه كل نص ساعه. انت كلت وجبه ميزانك زاد، دخلت الحمام ميزانك قل. مقاساتك مش هتخدعك زي الميزان، وبالتالي اعتمد دايما على المقاسات. والاخيره صديقي، اما تيجي تعمل دايت ما تقولش لحد، سيبها كده محصوره بينك وبين نفسك عشان الحاجات دي بتتحسد. فعشان خاطري لما تيجي تعمل دايت عشان ما تقعش على بوزك ما تقولش لحد.